أرحب بالدكتور حلمي فهمي محمود رئيس نقابة البحوث النووية، والدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية، وزميلتنا العزيزة الأستاذة داليا جمال الكاتبة الصحفية بأخبار اليوم. وهبدأ بيها لأنها أثارت بقالها عددين الحقيقة في جورنال أخبار اليوم أو جريدة أخبار اليوم. كتبت كتير عن موضوع الطاقة الذرية، وكاتبة النهاردة مقال أو امبارح مقال بتقول للناس فيه يعني يشوفوا الإحصاءات اللي عندنا كام محطة طاقة نووية. ده احنا ما عندناش أصلا محطات وعمالين نتخانق هنعملها ولا ما نعملهاش. وفي البلد في العالم كله اليابان فيها أكتر من 50 محطة، في الولايات المتحدة أكتر من 100 محطة. فما تستكتروش علينا أن يكون في مصر أو بلد زي مصر محطة واحدة. الأستاذة داليا أهلا بيك. والكلام اللي أنا قلته ده حقيقي ولا ده من همومك او من الحاجات اللي انت مهتمه بيها في الجورنال؟ لا، انا بغطي قطاع الكهرباء والطاقه، وتشمل الطاقه الذريه والنوويه، كل انواع الطاقه المنتجه للاغراض السلميه والكهرباء في مصر. تمام. مصر هتعاني من ازمه طاقه عما قريب. مصر اجمالي الطاقه المنتجه من محطاتها 25600 ميجا وات. محطاتها الكهربائية. محطات الكهربائية تشمل المحطات المائية المنتجة، الطاقة المنتجة من المحطات المائية، تشمل المنتجة من محطات الطاقة الجديدة اللي هي الرياح، أو الطاقة الشمسية. عندنا محطة واحدة في الكريمات بتنتج 150 ميجا وات، أو المحطات الحرارية اللي بتعمل بالمازوت والغاز ونظام الدورة المركبة. مصر إجمالي إنتاجها 25600 ميجا وات. كان معدل الطلب الزيادة على الطلب سنويا بيبقى متوقع، فبيتعمل حسابه في الخطة الخمسية 7% ل 8% على أقصى تقدير. تحولت وقفزت هذه النسبة لتصل إلى 11%، وقد تتزايد خلال الأيام المقبلة أو السنوات القليلة المقبلة إلى 13%، مما يهدد بأن مصر هيحصل فيها أزمة في الطاقة. طب السبب زيادة سكانية. السبب ما هو زياده سكانيه دي كتير قوي اعترضوا على فكره الزياده السكانيه، والنظام السابق كل ما بيجي يتكلم يقولوا زياده سكانيه زياده سكانيه. ما في زياده سكانيه في دول كتيره واستخدموا السكان لسبب ايجابي مش سبب سلبي. هم الطلب على الطاقه غالبا عندنا ما هوش طلب صناعي. مش كله طلبات حاجات ترفيهي يعني؟ لا، احنا عندنا دلوقتي الساحل الشمالي مملوء بالمنتجعات السياحيه كلها طالبه كهرباء. كان عندنا ناس بتبني في عشوائيات، الناس دي كانت سارقه الكهرباء، اوكي، وفي ناس بتزود بقى بشكل شرعي. يعني دلوقتي بقى كل حاجه تدخل، وبعدين بقت استهلاكنا طبيعي انه احنا دلوقتي الحر دخل علينا، ما بقاش في حد بيكتفي بالمراوح زي زمان، بقت عباره عن ايه؟ تكييفات. تمت استبدال الكلام ده كله. الاجهزه المنزليه في البيت، سلوك الاشخاص، ومع الزياده الافراد الاستقلال ما بقاش زمان يعني، بقت كل شويه بقى في زياده طبيعي يعني. فاحنا بقينا زي الدول كلها بيحصل فيها زياده طلب على الطاقه، ولكن احنا الناس كلها بتستعد. احنا استنفذنا الحقيقه قدرتنا من المحطات المائيه اللي بتنتج كهرباء، اللي موجوده على مساقط المياه في النيل. خلاص، اخر حاجه كانت محطه كهرباء اسيوط. ما عادش عندنا، مش هيقدر نعمل حاجه على النيل، خلاص مش هنقدر نستفيد من اي حاجه على النيل، خلاص الموضوع ده انتهى. المحطات الحراريه ليها برضو اللي هي اللي بتشتغل بالقدره المزدوجه، اللي هي الغاز وبخار الدورة المركبة، لها مشاكلها في الصيف. هي اوتوماتيك، هي مصممة على انها في درجات الحرارة المرتفعة اللي بتزيد عن 40 زي عندنا دلوقتي، بقيت اكتر من كده في الصيف، بتنقص قدرتها على انتاج الطاقة 15%. طب في خضم تلك حضرتك ما قلتيش ولا حاجة إيجابية. كله مشاكل، لازم يبقى عندنا بسرعه. فانت حضرتك الكلام ده هل معني بيه مثلا الدكتور القللي مثلا لما حضرتك تقولي له هذا الكلام، ولا مين اللي معني بيه؟ لا، انا بدي صوره عن الطاقه في مصر وضعنا وايه اللي احنا لازم بسرعه ندخل في انتاج الطاقه الكهربائيه من المفاعلات النوويه. حضرتك بقى تقولي الكلام ده لمين؟ يوجه الكلام ده لمين؟ انا بوجه الكلام ده للشعب المصري اللي حاصل فيه نوع من انواع البلبله، اللي ايه، نحن مع او ضد. احنا لسه خايفين ومتخوفين من ان يبقى في عندنا محطه نوويه، بينما العالم بيجري في المحطات النوويه. واللي كان خايف من كارثه تشورنوبل اللي احنا بنتكلم على حاجه حصلت من 30 سنه، لم تكن هناك درجه الامان اللي موجوده حاليا. الناس بتتطور كل يوم. يمكن عشان احنا بلد اتعودنا ان ايقاعنا بطيء في كل المشروعات، فيمكن متعودين ان يمكن كمان شويه.
لكن تأجيل المحطة النووية هيبقى مش لصالح أي حد من المصريين بعد كده أبدا. ليه؟ اليابان زي ما قلت لحضرتك، حضرتك قلت فيها أكتر من 50. اليابان ليها وضع خاص، زلازل، ودول ناس متفوقين جدا، ودي حاجات تانية خارجة عن الطبيعة. أمريكا فيها 104 مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء. مفاعل مش محطة كمان، محطات ومفاعلات، ما كلها مفاعلات. فرنسا 57، ألمانيا 22، الصين فيها 55 مفاعل تحت الإنشاء حاليا مع بعض. خلاف الموجود ولا هي كلها مع بعض؟ ده اللي موجود تحت الإنشاء نوادايز الأيام دي. طب وليه يا دكتور، احنا ارحب بحضرتك مرة تانية. أهلا مرحبا. الكلام اللي قالته الأستاذة داليا يخض. صحيح. يعني طب هو في هل هو في ملعب حضرتك ولا في ملعب تاني؟ لا، هو في ملعبنا كطاقة ذرية معنية بالبرنامج النووي المصري، وإنه يعني إحنا بالنسبة لنا تخطيط الطاقة الحالي والمستقبلي، لأنه لازم يكون هناك تخطيط، وتخطيط الطاقة معناها ان انا لازم اوصل الى تامين امدادات الطاقه للدوله الحاليه والمستقبليه. عشان اامن هذه الامدادات الطاقه بيبقى في حاجه اسمها تنويع مصادر الطاقه. تنويع مصادر الطاقه بمعنى ان انا عندي في طاقه تقليديه باستخدام الفحم والغاز والبترول او المحطات التقليديه يعني، وفي والمياه برضه، والمياه مساقة المياه، وما هي دي اللي هي الطاقة النظيفة اللي هي الجديدة والمتجددة. لأن احنا هيبقى عندنا كومنت على أو ملحوظة على اللي هي الطاقة التقليدية، إن دي طاقة بيصدر عنها غازات الاحتباس الحراري، اللي هو غازات ثاني اكسيد الكربون، واللي بتعمل ارتفاع في درجه حراره الارض، واللي احنا بنشوف المناخ العالمي تاثر بهذه الانبعاثات. فكل العالم بيدعو الى تقليل الانبعاثات الخاصه بالغازات الاحتباس الحراري واللي بتاثر على ضررها على البيئه، ضررها على البيئه وده. والعالم بره ساعات بيخلص من حاجه احنا نعمل بيها، دي مشكله مصيبه بالظبط. يعني ساعات بعض الحاجات اللي يعملوا بيها بره تكون هي لسه واصلنا على مهلها، فنبدا نستخدمها وهم بيتخلصوا منها.